الطفل اللي عنده فرط حركة مش معناها انه طفل مش متربي كويس او طفل مدلل او طفل مش بيسمع الكلام. فرط الحركة اضطراب نمائي عصبي، يعني ده جزء من تكوين الجهاز العصبي عند الطفل. يعني الطفل ده مخه بيشتغل بطريقة مختلفة عن الطفل اللي ما عندوش الاضطراب ده، لكن ده مش معناه إعاقة، ده معناه طريقة شغل مختلفة. الطفل ده عنده بعض الصعوبات في التحكم في مراكز الانتباه والتركيز، التحكم في الاندفاعية والتحكم في النشاط والحركة، لأن مش كل طفل عنده فرط حركة هو لازم يتنطط، هو ممكن يبقى عنده نشاط في الكلام، نشاط في الأفكار، اضطراب في المشاعر. ففرط الحركة هو عدم تحكم في بعض المراكز وليس طفل مش متربي كويس. الطفل ده مش بيتحرك كتير أو يتكلم كتير عشان هو عايز كده، هو بالفعل بيحاول يبذل مجهود أكبر من أي طفل آخر عشان يقدر يتحكم، لكن هو مش بيقدر يتحكم بسهولة. التربية الغلط ممكن تزود المشكلة لكن مش هي سبب المشكلة. اللوم الزيادة للطفل وللأهل بيزودوا المشكلة مش بيحلوها. لو أولادنا أو حد من أولادنا عنده أي اضطراب أو مشكلة من اللي ذكرناها، فطفلك محتاج مساعدة مش محتاج عقاب، وإحنا هنا لمساعدتكم.